اهلا وسهلا بيكم. قبل ما نتكلم على منتخب مصر النهارده عايزين نبارك كلنا. منتخب المغرب النهارده قدم كرة جميله جدا وشرف الكرة العربيه، ونتمنى يا رب الكرة العربيه كلها تكون للافضل. بالنسبه لمنتخب مصر، اكتفى منتخب مصر بالتعادل مع فريق جمهوريه الدومينيكان، ومع الاسف وبكل اسف احنا كده هو كل واحد خد نقطه. تصدر المجموعه بتاعتنا منتخب اسبانيا برصيد 3 نقط، منتخب مصر والدومينيكان كل واحد منه خد نقطه، الثاني والثالث، واخر حاجه اوزبكستان المركز الاخير لان هي ما عندهاش اي نقط. ايه رايكم نشوف احصائيه كده عن اولمبياد باريس او الاولمبياد بشكل عام بالنسبه لمنتخب مصر؟ بالنسبه لمنتخب مصر وصل للبطوله ديت ل 15 مره، لعب 12 نسخه ودي النسخه رقم 13، وفي نسختين قبل كده انسحب منتخب مصر منها برغم وصوله للاولمبياد. شارك المنتخب المصري الاولمبي في 12 نسخه ماضيه، خاض خلالها 36 مباراه وحقق الفوز 11 مره وتعادل 5 مرات، بينما تلقى 20 هزيمه، كتير قوي 20 هزيمه. جال لاعبو الفراعنه 67 هدف وتلقت شباكهم 89 هدف. دي احصائيه السنين اللي فاتت بطوله الاولمبياد. اما نيجي نتكلم على منتخب مصر النهارده هنلاقي ان هو كان دون المستوى، ودي كانت مفاجاه للكره المصريه بصراحه، لان كنا متوقعين ان هو يقدم ماتش احسن من لكن مع الاسف واضح جدا عدم الانسجام بين اللعيبه مع بعضها، وده دايما بيبقى شيء متوقع. لو لاحظتوا دايما في كل البطولات اول ماتش لمنتخب مصر بيكون سيء جدا، ده من زمان الفتره ديت، قليل قوي ما بيكون افضل حاجه. طبيعه منتخب مصر ان هو دايما الكيرف بتاعه بيطلع للاحسن، بمعنى ان اول ماتش بيكون ليه ما بيكونش دون المستوى، بعد كده بالتدريج بتلاقيه للافضل للافضل، ممكن يوصل كمان لنهائي البطوله. دي كل المنتخبات او طبيعه الفرق المصريه عامه، او طبيعه منتخب مصر بالتحديد، ان هو من اقل لحد اعلى. كمان من الحاجات الجميلة والغريبة أوي لمنتخب مصر إن كل ما كان الخصم قوي تلاقيه هو بيبدأ في المباراة ويكون قوي معاه وند كبير جدا. كلنا شفنا قبل كده بطولة القارات، وشفنا منتخب مصر عمل إيه مع البرازيل، فضل معاه لآخر دقيقة وخلصت النتيجة 4-3 وكان فريق مصر هو الأفضل. مش كده بس، كمان في كأس العالم 90 ماتش مصر وهولندا، هولندا كان ساعتها ليها شأن كبير جدا وفان باستن ورود خوليت وأساطير، وبرغم كده مصر بدعت في الماتش. فمصر كلما كان الخصم قوي كل ما هي تبقى افضل والاحسن، والنقيض العكس، كلما كان الخصم ضعيف كل ما كان بيبقى فيه استهتار واستهانه، وده شيء طبعا مش حلو. المفترض ان انت منتخب تكسب اي فريق، هو ده الطبيعي. نتمنى التوفيق لكل الفرق العربيه ان شاء الله باذن الله، ويقدموا عروض كويسه ان شاء الله ونتائج كمان كويسه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.